بإعجوبة نجت الرضيعة جنى أسامة ميزي من موت محقق بعد تعرضها للنحر من قبل شاب في عشرينيات العمر داخل حضانة للأطفال تمتلكها والدته. بعد خلاف نشب بين الاثنين دفعت الرضيعة ثمنه فنحرها من الوريد للوريد، ولولا شرطي يقطن في ذات العمارة وقسم العناية الفائقة للأطفال في مجمع فلسطين الطبي لفارقت الرضيعة الحياة. اللي صار انه كان في ذلك اليوم مع ام الهيثم وهيثم انه شادة كلاميه، فكانت حامل البنت وبترضع فيها وانهال على امه بالضرب، فخرجت الام وهي معها الطفله خايفه على الطفله حرصا عليها. فبعدها عاد الى البيت، فرجعت كمان الام وراه وحطت البنت في الكوت تاعها، واذا بالهيثم اللي هو ابنها ابن صاحبه الحضانه خارج بسكين، فمسك البنت من الكوت وقام بعمليه جرحها من عنقها. الرقيب سامح راضي من مرتب شرطة مركز إصلاح وتأهيل رام الله أفاق على صوت صراخ في العمارة فلبى النداء ليصدم برؤية الرضيعة والدماء تغطيها، فنقلها مباشرة بسيارة خاصة إلى مجمع فلسطين الطبي بعد أن أبلغ العمليات المركزية برام الله عن الحالة للتدخل وإنقاذ بقية الأطفال. في إشي مش طبيعي، فمباشرة أخذت تلفون ببلغ جهاز العمليات، بلغ عملية المركزية لرام الله، وبنزل بلباس النوم وبدي أشوف شو الوضع، شو مصدر الصوت مصدر الصراخ. ففوجئت يعني منظر تقشعر له الأبدان بصراحة. والدة الجاني ماسكة طفلي وواضح منها إنه نزيف تنزف من العنق وملابسها كلها ملطخة بالدم. فأنا مباشرة أخذت الطفل منها وأعطيتها للوالدة، وفي هاي الأثناء كملت مباشرة مع العملية مع التواصل مع الشرطة. في قسم العناية الفائقة للأطفال في مجمع فلسطين الطبي ترقد الرضيعة جنى، فيما يلتف حولها طاقم مختص من أطباء وممرضين نجحوا بجهودهم في إنقاذ الطفلة ذات الجسد الضئيل من موت محتوم، فكانت لسرعة النقل والاستجابة الأثر في تخفيف آثار الحادث العنيف على الرضيعة. اجتنا جنى امبارح حوالي بعد الظهر، بعد عملوا لها عمليه جراحيه لتسكير الجرح وتوصيل العضلات والاعضاء اللي كانت مجروحه في هاي المنطقه. الحمد لله الاصابه كانت مش خطيره، كانت بحاجه لمراقبه حثيثه في العنايه المكثفه لمده 24 ساعه، والحمد لله امورها كثير منيحه. جريمة فريدة نادرا ما تحدث في فلسطين نفذها شاب وكانت ضحيتها رضيعة. أما أبطال القصة فهم الرقيب سامح الذي كرم بأعلى وسام من مدير عام الشرطة اللواء حازم عطلة وقسم العناية الفائقة للأطفال في مجمع فلسطين الطبي. جريمة بشعة هزت أركان المجتمع الفلسطيني، كانت ضحيتها رضيعة في شهرها السادس كادت تفقد حياتها جراء اعتداء نفذه ذئب بشري، وهو ما يدعو إلى فتح باب الرقابة على الحضانات ورياض الأطفال من قبل الجهات المسؤولة. فراس طنين فضائية معا من مجمع فلسطين الطبي، رام الله.